لو ابنك اتشخص ان عنده وسواس قهري، او حتى انت شاكك انه عنده وسواس قهري وعايز تعرف اكتر عن الموضوع ده، يبقى الفيديو ده علشانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا ايمان الفولي، معلم تربية ايجابية وكوتش للوالدين، والنهاردة هنتعرف على اضطراب الوسواس القهري عند الاطفال والمراهقين. هو الوسواس القهري ممكن يجي للأطفال زي الكبار. الوسواس القهري بيجي للأطفال والكبار كمان، وبنفس نسبة الإصابة اللي هي 2 ل 3% من البشر. وللأسف كتير من المصابين بيه مش بيبتدوا العلاج غير لما يكبروا، لأنه أحيانا أعراضه بتتفهم وكأنها سوء سلوك. فممكن طفل ما يرضاش ينظف علشان خايف من العدوى، بس ده يترجم على إنه عنده قلة أدب. التشخيص ممكن يكون أحيانا صعب، بالذات لو في أعراض لأمراض جسمانية أو نفسية تانية مصاحبة، وده غير إنه أحيانا الأعراض ممكن تبتدي فجأة وبدون مقدمات. إيه هو الوسواس القهري أو ال OCD؟ الوسواس القهري يعتبر واحد من اضطرابات القلق، وفي أدلة قوية بتقول إن الوسواس القهري هو مرض له مكون بيولوجي كبير، يعني هو مش مجرد طريقة تفكير متعبة. وزي ما هو باين من اسمه كده، الوسواس القهري بيتكون من حاجتين: وساوس اللي هي أفكار، وتصرفات قهرية. تعالوا نفهمهم بالراحة. الطفل أو المراهق ده بتكون عنده أفكار ورغبات ملحة أو صور غير مرغوب فيها، وبتكون متكررة وملحة على ذهنه، وده اللي بيخليها تاخد وصف الوسواسية. ونتيجة لطبيعتها دي بيكون معاها مشاعر قلق وتوتر كبير. الأفكار دي غالباً بتكون مرتبطة بخوف الطفل من عواقب خطيرة ممكن تحصل له أو تحصل لحد بيحبه، زي العدوى، الموت، أو الحوادث. أو بتكون مرتبطة بإحساسه إن الأمور ما حصلتش بالطريقة اللي هو شايفها مظبوطة، يعني ما كتبش الواجب كويس، وضوئي ما كانش تمام، ما كنتش مؤدب كفاية وأنا بتكلم. ولما مخه بيديه الإشارات الغير مرغوبة دي، بيكون رد فعله في صورة طقوس. الطقوس اللي بنسميها سلوكيات قهرية، ودي بيعملها عشان الأفكار دي تروح أو القلق اللي معاها يقل. من أمثلة السلوكيات دي إنه يغسل إيده كذا مرة ورا بعض عشان خايف من العدوى، أو يكون عايز الحاجات مرتبة بطريقة معينة، وإلا يكون متوتر جدا. في الغالب بنشوف السلوكيات القهرية مرتبطة بالأفكار، إلا إنه مش نادر في الأطفال إننا نشوف السلوكيات القهرية دي من غير أفكار واضحة، وده غالباً لأن الطفل مش قادر يعبر عنها أو لسه مش قادر يربط ما بين الفكرة والسلوك. ونتيجة للراحة المؤقتة اللي بيحس بيها الطفل أو المراهق بعد ممارسة السلوكيات أو الطقوس دي، مخه بيبتدي يتعلق بيها أكتر، ويحس إنه لازم يعملها وإلا مش هيرتاح، أو الحاجة اللي هو خايف منها دي هتحصل. وده معنى القهر، لأن في أحيان كتير بيبقى عارف ومقتنع إنها مش منطقية، ورغم كده مستمر في ممارستها. وكل لما بيستمر في ممارسة الطقوس دي، الأفكار بتقوى أكتر وأكتر، فالسلوكيات أو الطقوس بتزيد، أو يبدأ الطفل أو المراهق في تجنب المواقف اللي ممكن تحرك الأفكار دي جواه، ويبدأ الوسواس القهري يتغذى على حياة الطفل أو المراهق ويستحوذ عليه بالتدريج. فنلاقي وقت ومجهود كبار بيبذلهم في ممارسة الطقوس أو في محاولة السيطرة على الأفكار أو وقفها. وكمان يظهر التجنب اللي بيمنع الطفل أو المراهق عن أنشطة كتير كان ممكن يستفيد بيها أو تكون مصدر ممتع بالنسبة له. ونلاقي ثقته بنفسه بتضعف ومهاراته الاجتماعية بتقل. إيه أصغر سن ممكن يبان عليه الأعراض أو نلاحظ عليه أعراض المرض ده؟ عادة بيتم التشخيص ما بين عمر 7 و12 سنة، لأن دي الفترة اللي الأطفال بيدخلوا فيها المدرسة ويحتكوا بأطفال تانية، فيدركوا إنهم بيتصرفوا بطريقة مختلفة، وده أصلا بيقلقهم زيادة. ده غير إنه الأطفال الصغيرين طبيعي يكون عندهم ميل شوية للنظام والتكرار، فالتصرفات دي بتكون طبيعية بالنسبة لسنهم. وعلشان كده مراجعة الطبيب المتخصص للتقييم هتكون حاجة مهمة في التشخيص المبكر وبداية العلاج. هل الأعراض ممكن تتغير عند شخص الواحد مع مرور الوقت؟ أيوة، الأعراض ممكن تتغير. ابنك ممكن يكون عنده أفكار وسواسية وسلوكيات قهرية دلوقتي، وبعدين يتغيروا مع ظهور نوبة جديدة أو مع السن، ومحدش عارف ده بيحصل ليه. هل الوسواس القهري مرض وراثي؟
بعض أنواع الوسواس القهري بيدخل فيها العامل الوراثي فعلا، بالذات لو كان حد من الأقارب من الدرجة الأولى مصاب بيه. وحالات كتير برضو بتظهر في عائلات مفيش حد فيها عنده وسواس قهري ولا أي مرض نفسي تاني. وبعض الدراسات بتقول إنه العامل الوراثي موجود في الوسواس القهري اللي بيظهر عند الأطفال بنسبة أعلى من اللي بيظهر عند الكبار. هل أنا ممكن أكون عملت حاجة خلت ابني يجيله وسواس قهري؟ لا خالص. الأسباب اللي بتؤدي للوسواس القهري بعيدة عن أهل الطفل أو عن أي طريقة تربية بشكل عام. زي ما اتفقنا هي أسباب بيولوجية مش في إيدين أي حد فينا. إيه اللي يخلي حد يجيله وسواس قهري؟ الوسواس القهري أساساً مرض عضوي بيصيب الإنسان، وبقى معروف دلوقتي للعلماء إيه الأماكن اللي في المخ اللي مسؤولة عن ده، وإيه كمان التغيرات اللي بتحصل في المخ وبيصاحبها ظهور الأعراض دي، زي التغيير اللي بيحصل في مادة السيروتونين واللي بتشتغل عليه بكفاءة أغلب الأدوية الموصوفة لعلاج الاضطراب. كمان أثبتوا إن بعض الالتهابات البكتيرية ممكن تعمل زيادة في ظهور الأعراض، بالإضافة لأهمية العامل النفسي والاجتماعي. الاستمرار في ممارسة السلوكيات القهرية وتفسير الطفل أو المراهق للأفكار اللي بتجيله، وكمان تفسير المحيطين بيه ورد فعلهم على السلوكيات دي، بيحدد بنسبة كبيرة إذا كان حجم المرض بيزيد ولا بيقل. هو الاضطراب ده ممكن يخف ولا الأطفال بيفضلوا كده على طول؟ الاضطراب ده ممكن بالعلاج السليم يكون تحت السيطرة والإنسان يعرف يمارس حياته بشكل طبيعي. أقرب مثال لده هو التعايش مع مرض السكر، اللي على الرغم من أساسه البيولوجي إلا إن عادات الغذاء السليمة وممارسة الرياضة والالتزام بالعلاج الدوائي ممكن يخلي الشخص يعيش حياة كويسة جدا بأقل مشاكل ممكنة. إمتى أعرف إن ابني محتاج مساعدة؟ كل الأطفال بتعدي عليها أوقات تحس فيها بالقلق والشك، ودي حاجة طبيعية. لكن لما تلاقي ابنك مش قادر يبطل تفكير في الحاجات اللي قلقاه والموضوع ده مستمر والتصرفات القهرية بتاخد أكتر من ساعة من يومه، لما ده يبتدي يأثر على حياته اليومية سواء في المدرسة مع أصحابه أو على علاقاته في البيت، ساعتها لازم تلجأ لمساعدة متخصص. أحيانا كمان ممكن تلاحظ العلامات دي على ابنك: ايديه متأثرة وممكن تكون ناشفة أو مشققة من كتر الغسيل، معدل استهلاك أعلى من الطبيعي للصابون والمناديل الورق، استهلاك مية كتير ووقت طويل في الاستحمام، يكون بيضيع وقت كبير قوي في عمل الواجب، إنه يكون بيهري الورق بتاع الامتحان والواجب من كتر مسح الأجوبة وقعدتها من أول وجديد، إنه يطلب منك أو من أي حد في العيلة إنه يكرر جمل غريبة، إنه يكون دايما عنده خوف مستمر من المرض، زيادة في كمية الهدوم اللي محتاجة تتغسل لأنه بيطلب إنها تتغسل كذا مرة، الخوف من الجراثيم، إنه يقضي وقت طويل في الاستعداد للنوم، خوف دائم إن في حاجة وحشة قوي هتحصل، طول الوقت بيطمن على صحة أفراد الأسرة، الحرص على إنه ما يخرجش من البيت في نفس الوقت بتاع باقي الناس عشان يكون عنده فرصة لعمل الطقوس الخاصة بيه. إزاي بيتم التعامل مع الوسواس القهري؟ علاج الوسواس القهري بيعتمد على 3 محاور. أول واحد التثقيف. التثقيف من الحاجات الأساسية اللي بتساعد الأسرة والطفل إنهم يفهموا الوسواس القهري، أسبابه وأعراضه، ويتعلموا إزاي ممكن يساعدوا بعض ويتجنبوا مضاعفاته. العلاج المعرفي السلوكي ده بيساعد الطفل أو المراهق إنه يغير طريقة تفكيره وكمان تصرفاته من خلال تعليمه استراتيجيات للتعامل مع الوسواس القهري، ودي هتفيده في حياته كلها. نمرة 3 الأدوية. الأطفال أو المراهقين اللي عندهم أعراض عنيفة بيحتاجوا ياخدوا أدوية. الدواء هنا بيساعدهم على التحكم في الأعراض عشان يزودوا الاستفادة من العلاج المعرفي السلوكي. وطبعا في جميع الأحوال بنحتاج تعاون جميع أعضاء الفريق، الطفل أو المراهق، الأهل والفريق الطبي، وكمان بنحتاج التعاون من المدرسة، لأن دور مدرس الطفل أو الأخصائي الاجتماعي مهم جدا في التعامل مع المرض. محتاجين يكونوا فاهمين وعندهم الوعي عشان يتصرفوا بطريقة سليمة، وكمان يكون عندهم علم لو طفلك بياخد أدوية عشان يعرفوا يقدموا له الدعم المطلوب. في الفيديو ده اتكلمنا عن الوسواس القهري، وعرفنا إنه مش غلطة أي حد، وإنه مرض عضوي محتاج علاج. عرفنا كمان أعراضه وإيه اللي ممكن ألاحظه على أولادي يقول لي إني محتاج أراجع الموضوع ده أو أطلب مساعدة متخصص. عرفنا إنه العلاج الدوائي والسلوكي مهم جدا للسيطرة على المرض ده، وعرفنا إنه الأعراض ممكن شكلها يتغير مع مرور الوقت والتعرض لضغوطات مختلفة. الحقيقة إنه مرض محتاج إنك تكون عندك طاقة للتعامل معاه عشان تقدر تساعد أولادك وتاخد بإيديهم وتعدوا المرحلة دي بسلام.
حاول انك تاخد شوية وقت لنفسك عشان تعرف تشحن طاقتك، وما تتكسفش انك تطلب المساعدة من الاهل والاصدقاء لما تحس انك محتاج تعمل كده.